السلام الاخوان. اليوم نوريكم الزيتون المسلال ديال المنطقه الوزانيه. هذا هو المسلال، وهذه هي الشجره ديالو. هذه هي الشجره، هذا النوع هذايا غير كتضع وكتعملوا شويه في الماء واحد اليومين مع شويه د الملحه، يومين كتخرج وكتستعطر كدير له التشرميله وكل بالصحه. يعني يومين كيكون واجد. شوف تبارك الله الحبه قداش. شوف هذه هي بين هادو تبارك الله. المهم هذا هو اللي كيضع، راه كيدير هذا العام ان شاء الله تبارك الله من بين 260 على حسب الغلظ، 260 300 حتى 400 ريال الكيلو، يعني 20 درهم واصل الكيلو ديالو مهرسه. هي مهرسه بلا مشرمله ولا مشرمله، وهذاك الشيء ملي كيتزاد عليه هذيك المواد هذيك ما عارفش. واي واحد بغى منها ولا شي حاجه مهرسه في المدينه كنصيفطوها مع الزيت، يعني ما كنصيفطوهاش بوحدها حيت ما يمكنش انا نصيفط لك 2 كيلو ب 40 درهم للمدينه ولا. يعني اللي باغي الزيت ولا باغي شي حاجه كنصيفطوا له معاه هديه الكيلو، شحال ما بغى، كيلو تا 2 كيلو حتى نص كيلو نصيفطوك، حتى حفينه اذا تذوق منه نصيفطو خويا ماشي مشكل. اي واحد بغى شي حاجه منه ان شاء الله غادي يكون عندنا موجود. اللي بغى منه شي حاجه مرحبا. وللتوضيح، الناس اللي كيهضروا بزاف على ديك الزيتون الرومي، ديك لاربيكوين لاربوزانا، هذوك الاخوان راه حتى هي زيت، غير هي راه ما غاديش تقدر تتحدى الزيت البلديه ديالنا ديال البيشوري المغربيه، راه ما تتحداش الزيت هذيك، راه زيت وكاينه عشاق ديالها، ولكن حنايا راه الاغلبيه الناس كيطلبوا لنا البلديه، وحنا كنخليو وجهنا مزيان مع الناس، كنخدموا ديما غير بالبلديه. اما الروميه اللي بغى يخدم بها الله يعاونو والله يجيب له التيسير، راه يخسر راسو مع الكليان. اللي بغاها مثلا الا فرض عليا شي واحد وبغاها هي واخا عارفها كتجمد، هي زيت معروفه انها في البرد كتجمد، يعني كتجمد كتولي بنادم كيبقى يتنوى فيها، باقي ما معروفاش بزاف، كاين الناس عشاق ديالها ولكن قلال. نتمنى لهم الخير، هما الله يعاونهم. حنا كنخدموا بالبلديه، يعني الزيت غتخليها عندك المده شحال ما خليتيها كتبقى لك الزيت. المهم اي واحد بغى شي حاجه لا من الزيتون الكحله، لا من المشرمله، لا من الزيت، لا من الزيتون اذا صب بغى يطحن راسو مرحبا، اي حاجه غادي تكون عندنا موجوده ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه حنا موجودين. المدينه ديالنا والمقر وزان اللي معروفه بالزيت عالميا، معروفه السميه ديال وزان، وخا تمشي كتسارى العالم كتجبر السميه ديال وزان حاضره بامتياز في الزيت والكاليتي تبارك الله. ونتمنى الخير، واللي بغى شي حاجه راه كلشي غنخليها له في الفيسبوك، واللي بغى شي حاجه مرحبا به.